ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الباتيه زي ما بنشتريه من أكبر المخابز أو ما بنشتريه من أكبر المحلات. شايفين ما شاء الله شكل التوريقة بتاعته وشكل الطبقات؟ ما شاء الله. هنعمله وهنعرف سر أسراره زي المخابز وزي المحلات. عندنا 4 كوب من الدقيق، يكون دقيق جميع الاستعمالات، وعندنا 1.5 كوب ماء دافئ أو 2 كوب، وعندنا معلقة صغيرة من كل حاجة خميرة فورية، وعندنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح، و2 معلقة كبيرة من السكر. هننزل كده بالمية تدريجيا، هنحط حبة وبعد كده لو العجينة احتاجت تاني هنحط حبة كمان. طبعا انا بسهل عليكي الدنيا وبعجن بايدي علشان لو مش متوفر عندك عجان تقدري ان انت تعجني العجينة بايدك. اهم حاجة العجين يكون معجون كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتعجنيها كويس جدا علشان تاخدي نتيجة حلوة وزي المخابز بالظبط. بايدك كده وابدأي افرديها على الرخامة، وهتبدأي ان انت تعجني فيها لمدة 10 دقايق لحد ما تكون العجينة معاكي ملمسها يكون طري كده مش بتلزق. هندهن كده الرخامة بتاعتنا كده بالزيت، ونبدأ اللي احنا نقطع كده الكرات بتاعتنا متساوية كده، ونبدأ اللي احنا نحط على الوش كده زيت، ونجيب كيس تلاجة نفرده عليها كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بقفل الكورة بتاعتي كويس، وببدأ اللي انا احط كده على الزيت، واحط من فوق بالفرشة كده زيت واغطيها علشان الوش بتاعها ما يبدأش ان هو يعمل طبقة معايا او يبدأ ان هو يشقق معايا. طبعا انا مريحتش العجينة، انا بشتغل فيها على طول زي ما انتوا شايفين. بدأت اخلص الكمية وادهن وشها زيت، وهبدأ اخد اول كورة علشان ابدأ اشتغل بيها. عندنا بقى ايه 2 معلقة كبيرة من السمنة هنكون مسيحينها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اخد اول كورة واحط عليها كده فرشة من السمنة او معلقة من السمنة، وابدأ اللي انا افرد كده زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتي بنشابة او بمردانة، وافردها كويس جدا زي ما يكون بفرد الفطير كده. هدهن كده الوش بتاعها سمنة، وابدأ اخد الطبقة دي على الطبقة دي زي ما انتوا شايفين كده. عندنا بقى اي حشوات بقى، ممكن تحط شوكولاتة، ممكن تحط جبنة بيضة، زي ما متوفر عندك. الحشوات دي تبع رغبتك انتي، ممكن شيدر، ممكن رومي، اللي متوفر عندك حطيه. بعد كده هنجيب الصينية ونحط كده الباتيه في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين. بدأت اخد كرة تانية هفردها بايدي او بالنشابة او بالمردانة، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه بايدك باي حاجة هتشتغلي وهتعمليه واحلى من المخابز. هبدأ بعد كده اخد فرشة من السمنة، وابدأ اتني الطرف ده على الطرف ده، واحط في النص الجبنة، وابدأ الف كويس جدا رول زي ما انتوا شايفين. وببعد كل الباتيه عن التانية في الصينية علشان لما يجي يخمر معايا ما يكونش لازق في بعضه. احاول ان انا اسيب بين كل واحدة والتانية فراغ كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة كده. بعد ما خلصت الكمية هبدأ اجيب السمنة، لو متوفر عندك حليب او لبن ممكن اللي انت تدهني الوش بيه، لو مش متوفر عندك بنفس السمنة او الزيت، وابدأي اعملي زي ما انا بعمل كده. متوفر عندك اشتغلي بيه حليب او سمنة او زيت. بعد كده هبدأ اجيب معلقة من السمسم على معلقة من حبة البركة، هنحط كده رشة من السمسم زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنحط عليها حبة من حبة البركة، رشة بسيطة. وهغطي بقى الباتيه بتاعي ده بكيس تلاجة واحط فوقه فوطة علشان يبدأ ان هو يختمر معايا. هسيبه يختمر من 3/4 ساعة لساعة زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بقى التسوية بتاعته، الفرن يكون شغال قبلها بربع ساعة على درجة حرارة عالية. بدخل الصينية في الرف اللي في النص
أول لما هياخد لون دهبي من تحت هشغل عليه الشواية على نفس الرف اللي في النص، هديله اللون الدهبي الموحد، وبعد كده هيخرج من الفرن. ممكن اللي أنا أديله تلميعة بالزيت أو بالسمنة، وممكن أستغنى عنها خالص. ممكن بقى اللي أنا أرشه كده بالبخاخة بتاعة المية زي ما انتوا شايفين، وأغطي الباتيه بتاعي تاني بالفوطة، أسيبه نص ساعة لما يبرد، وبعد كده هتاكلي أحلى باتيه. بجد طريقته سهلة وبسيطة، وبشوية مية ودقيق هتملي البيت خير عليكي. شايفين ما شاء الله المدارس على الأبواب، وعايزين حاجة بسيطة وحلوة هتعملوها للأطفال للانش